صلاح خلاص مشي، النني الاهلي عاوزه، والاهلي اتكلموا، الولد نفسه يروح وهو ابني من ابناء النادي الاهلي. لو اتعرض عليك ممكن تسيبه ولا صعب؟ اي حاجه هيبقى فيها فايده للاعب والنادي انا لا يمكن اقف في طريقها. الحياه بتستمر يعني، وباذن الله برضه هيبقى النني رغم ان هو 92 و20 سنه، انما مصر لو في اي حته هتمشي هتلاقي برضه في مواهب تانية والناس هتطلع. بس انا عايز اسال حضرتك سؤال زي ما حضرتك سالتني. اذا كان نني مثلا كان جاي له بره يعني مبلغ ممكن يقارب من 6-7 مليون جنيه، النادي الاهلي يدفع مننا 6-7 مليون جنيه؟ صعب. دي حاجه. الحاجه الثانيه يعني انا اعتقد ان النادي الاهلي برضو يعني لابد ان هو يراجع نفسه في الحته دي. عنده قطاع ناشئين من افضل ما يكون، ما برضو ما يدور. وليه مثلا واحد زي النني مشي من النادي الاهلي وجه ربنا كرمه في نادي المقاولين؟ في اسئله كتيره جدا. فيعني انا احب النادي الاهلي يبقى في مقدمه الفرق، لان انا بحب النادي الاهلي فعلا. انما يعني اتمنى ان هو كمان يدور على موارده اللي عنده، هيدور على ولاده، ويسيب الدنيا كلها كمان يعني عيش، ودع على الاخرين يعيشوا برضه يعني.